تخيل معايا دمك ويكون هو السبب في الحرب، وبتكتشف ان انت بتمتلك قوه ما تعرفش هي جات لك منين، وكل خطوه بتاخدها بتوديك لمصير مجهول عمرك ما كنت متخيله او مستعد ليه، لان ده مش عدم طبيعي ولا كمان ده اختيارك، لان الحرب خلاص بدأت. ده هو شيكي، عيل متوحد بائس بيكون لسه مطرود من المدرسه، وهوايته المفضله هي صناعه الاسلحه، واول حاجه بقى بيعملها ان هو بيتصل على صاحبه بيقول له شفت اللي حصل معايا يا اسطى، انا اتطردت من المدرسه، وبيكون في غايه السعاده، وصاحبه بيبدا بقى انه يواسيه، ولكن هو بيقول له انت بتقول ايه يا عم، هم اللي خسروا راجل جدع انا زي الفل. ولما بقى بيخلص المكالمه بنشوف ان هو بيكون قاعد زهقان، ومره واحده بنشوف ان ابوه بالتبني بيدخل عليه، واللي بيكون اسمه بالمناسبه يوشي، واول لما بيدخل عليه بيديله واحده كده ينزله راسه بصل، بيقول له ايه يا ابن الجزمه انت ايه اللي طردك من المدرسه. وشيكي هنا بقى بيتضح ان هو بيكون ابن عاكو، بيقول له بقول لك ايه ما توجعش في دماغي انا اتفصلت وده زي الفل بالنسبه لي. وبعد ما الامور بتهدى ما بينهم بيبدا بقى انه يتكلم مع ابنه، بيقول لك انا دخلت اوضتك من يومين لقيتك بتكون قلبها مصنع اسلحه، ايه يا عم ده احنا فاتحين محل الخمور والعياذ بالله، ايه اللي جاب الاسلحه عندك؟ ولكن شيكي بيقول لك ايه خليك في زباينك اللي ما بيدفعوش فلوس وخلينا في الاسلحه بتاعتي. ويش هنا بيقعد ساكت وبيتاكد ان ولده بيكون ابن عاق، وبيقول لك انت ما تتدخلش كده في شغلي وخليك بقى في المدرسه اللي انت بتكون اتطردت منها. وشيكي هنا بقى بيتاثر بالكلام دي وبيقول لك ايه احسن حاجه دلوقتي ان انا مش من دمك، وانا متاكد في المستقبل هبقى حاجه جامده بفتك افشخ منك خالي. ويش بقى بيقول اخرس اياك تتكلم معاه بالاسلوب ده تاني، ومره واحده بنشوف ان في مكالمه شغل بتوصل له، وبعد ما بيخلص المكالمه بيقرب انه يركب العربيه بتاعته ويروح عشان هو يكون عنده مشوار مهم. وبالنسبه بقى لشيكي بيقول يا لو كان واحد غني هو اللي كان يتبناني كان زماني دلوقتي جامد بوفتيك، واثناء هو بقى بيكون واحد بوم مره واحده بيحصل انفجار. ومش كده وبس، لا شيكي بيتفاجئ ان في قوه غريبه بتظهر من تحته وبتبدا بقى انها تشده، وبعد كده بقى بيظهر قدامه شخص غريب وبيبدا بقى يساله هو انت شيكي؟ ولكن هنا يوشي بيجي بالعربيه بتاعته وبيقوم خبط الجدع ده بعده عن ابنه، وبعد كده بقى بيتكلم معاه وبيقول له ان انت لازم تركب العربيه ناو. وشيكي بقى بيركب العربيه وبيتضح الوالد ان هو بيكون متوتر وبيقول لنفسه ان احنا لازم نخرج من البلد ديت فورا، وبقول له يا عم اي نعم ممكن تستلف فلوس ما ترضاش ولكن ما عندكش الحق ان انت تدوس على الناس. ويوشي بقى بيقول لك ايه كبر دماغك، هو كده كده اصلا ما حصلوش حاجه، واهم حاجه دلوقتي اللي انت ما تعرفهاش ان انت اصلا من سلاله الاوني، والجدع اللي احنا لسه دايسينه بالعربيه ده بيكون من سلاله الموموتارو. شيكي بقى بيقول لك ايه دمك تقيل وهزارك بايخ على فكره. واثناء ما بيكونوا راكبين العربيه بيتفاجئوا انها بتبدا بقى انها تتكسر من فوقهم وكمان بتبدا انها تولع، ويوشي هنا بقى بيتاكد ان الجدع ده بيكون قدر ان هو يلحقهم، عشان كده بيطلع شيكي من العربيه فورا. ويوشي هنا بقى لما بيطلع ويبص بره العربيه بيتفاجئ ان ابنه بيكون اختفى، وبيعرف بقى ان هو بيكون اتخطف ودلوقتي هو موجود جوه المصنع المهجور، وبيقولوا ان انت طلعت من سلاله الاوني يعني انت تعتبر خطر على البشريه. وبنكتشف بقى ان كده ده بيكون من منظمه اسمها المومونتارو بيكون اسمه سميدري. وشيكي بقى بيكون مصدوم ان هو بيكون لسه عايش، بيقول له يا عم ولا احنا مش لسه دايسينك بالعربيه؟ وفجاه بقى بنشوف ان يوشي بيكون قدر ان هو يوصل عندهم، وبنعرف بقى ان المومونتارو والاوني بقى لهم الاف السنين بيكونوا في حرب مع بعض، وان هم بيكون عندهم قوه غامضه بيورثوها ما بينهم وما بين بعض، وبنعرف بقى ان احفاد المومونتارو قرروا بقى ان هم يتحالفوا مع بعض ويعملوا منظمه عشان يخلصوا من الاوني كلهم، ومن هنا بقى الاوني قرروا بقى ان هم يستخبوا ما بين البشر خوفا من المومونتارو. اما بقى بالنسبه لصاحبنا شيكي فهو بيكون في اللالاند ومش مستوعب كل اللي بيحصل، وفجاه بنشوف ان سميدري بيبدا بقى انه يستعمل قوته الغامضه وبيصنع من خلالها سيوف، وبيبدا بقى انه يهجم على يوشي، ولكن هو كمان ما بيطلعش سهل وبيقدر ان هو يشكل سيوف ويتصدى للهجمه بتاعته. وبنعرف بقى ان القوه اللي هم بيستعملوها ديت بيكون اسمها الضباب الاسود، ومفيش اي حد يقدر ان هو يستعملها غير اللي بيمتلكوا دم الموموتارو. وسميدري هنا بيتضح ان هو اصلا بيكون عارف يوشي، وكمان بيكون المعلم بتاعه بيقول له يا اسطى بقالنا كتير قوي ما اتقابلناش، وبيبدا بقى انه يناديه باسم الحي، والمفاجاه ان يوشي اصلا ده كان واحد من الموموتارو زمان، وده اللي بيعصب يوشي وبيقول له ان انت ما ينفعش تناديني بالاسم ده مره ثانيه. وسميدري بيقول له حتى لو انت قدرت تغير اسمك مش هتقدر ان انت تغير هويتك الحقيقيه ان انت بتكون واحد من الموموتارو. وبيبدا بقى يساله هل انت فعلا قدرت تنسى خطوره الاوني على البشر، وبما انك خنتنا وقررت ان انت تحمي واحد منهم تم الاصدار بالحكم الاعدام من الموموتارو في اتجاهه، لان دي بتكون خيانه بالنسبه لهم. ويوشي بقى بيقول له انت عبيط يا اسطى، وانت مفكر ان انا اسمح لك ان انت تعمل العبط اللي انت بتفكر فيه ده؟ ومن هنا الاثنين بيبداوا ان هم يهجموا على بعض بكل غباء. وشيكي اصلا ما بيكونش مصدق اللي هو بيكون شايفه ده ان والده بالتبني وبيكون طلع من موموتارو. وسميدري هنا بقى بيبدا بقى انه يتكلم مع يوشي وبيبدا بقى يساله هو انت ليه بتحمي واحد من الاوني؟ هو انت نسيت ان هم بيكونوا عباره عن وحوش بيأذوا البشر؟ ولكن هنا يوشي بيتجاهل كلامه وبيزيحه بعيد وبيبدا بقى انه يهجم عليه من جديد، ولكن سميدري ما بيطلعش سهل وبيقدر انه يتفادى كل هجماته، ومش كده وبس بيقدر انه يسدد له اكتر من هجمه. وبسبب بقى كده بنشوف ان يوشي بيقع على الارض وبيكون غرقان في دمه، وبعد كده السيف الضباب بتاعه بيبدا بقى انه يختفي. وسميدري بقى بيقرب منه بيقول له انت مفكر ان انت هتقدر تهزمني بعد كل اللي انا عديت بيه بعد ما انت سبتني ومشيت؟ وسميدري هنا بقى بيبدا بقى انه يصرخ على والده بيقول لسميدري لو انت راجل قرب مني وانا هركبك احلى شلاحه. وسميدري بيقول له بس كده تعالى لي، وبعد كده بيبدا بقى انه يقرب منه، لكن هنا يوشي ما بيكونش راضي ان هو يسيبه وكمان بيكون ماسك في رجله. وسميدري هنا بقى بيكون مستغرب ويبدا بقى يساله ايه اللي مخليك ان انت متمسك بالاوني ده للدرجه دي؟ ويوشي بقى بيقول له بغض النظر عن كل الاسباب انا مش محتاج اي سبب عشان اقدر ان انا احمي ابني، ومش مبرر ان انت يعني تخلص على واحد عشان بيمتلك دم الاوني وان هو يعتبر طفل في النهايه. لكن سميدري بيقول له اخرس، وبعد كده بقى بيطلع سيف من جديد وبيوجهه في وشه
عشان يخلص عليه. وبالنسبه بقى لشيكي بقى بيكون شايف كل ده وحاسس بالعجز وبيبدا بقى يسال نفسه هو انا ليه مش قادر ان انا اتدخل ومش قادر ان انا اعمل لوالدي اي حاجه، ولو في حد المفروض يموت هنا فالمفروض ان انا اللي اموت. وبسبب بقى كده قوته بتبدا بقى انها تخرج وعينيه بتبدا بقى انها تتحول للون الاحمر. وبعد كده بقى بيبص لسميدر بكل حقده بيعرفوا ان هو اللي هيخلص عليه. وبعد كده بقى بنشوف ان عيلته بتبدا بقى انها تتغير وبينزف دم بشكل كبير لدرجه ان في قرون بتطلع له، وبكده بنشوف ان هو بيتحول لاوني بالكامل. وسميدر هنا بقى بيكون متفاجئ ان شيكي بيكون اختفى من مكانه، ولما بيبدا بقى يبص حواليه بيتفاجئ ان هو بيكون جنبه. وشيكي هنا بقى بيبدا بقى يوجع عليه اسلحته، ولكن الجدع بيطلع نينجا وبيقدر ان هو يتصدى لهجماته. وسميدر بقى بيبص فوق بيتفاجئ ان شيكي بيكون موجود فوقه وبيكون اتحول بالكامل. واللي بيخلي بقى الاوني مرعبين ان هم بيعملوا اسلحه جامده وبفتيقه، وقدرتهم كمان على التجدد بتكون سريعه فشخ. وفعلا مخاوفه كلها بتطلع في محلها لان شيكي بيقدر ان هو يجدد دراعه بسرعه جدا. وسميدر بيقول ان السبب اللي بيخلينا ان احنا نخلص على الاوني ان هم لما بيتحولوا بالكامل بيبقوا وحشين وما بيقدروش ان هم يتحكموا في نفسهم. وبالنسبه لشيكي بنشوف ان هو بيكون في حاله هيجان وبيطلع اسلحه من كل جسمه وبيبدا بقى انه يهجم عليه بكل غباء. وسميدر هنا بقى بيحس بالخطر وبالعافيه بيقدر ان هو يتصدى لكل هجماته، لكن شيكي بيفاجئه وبيهجم عليه من رجله وبيقدر ان هو يوقعه. ساعتها بقى شيكي بيقرب انه يقرب منه وبيقرب انه يحضر هجوم عشان يخلص عليه، ولكن يا دوبك بالعافيه بنشوف ان سميدر بيقدر انه يتفادى الهجوم ده. وبالنسبه لشيكي بيبدا بقى انه يرجع تاني لطبيعته وبيكون مصدوم لان ايده كلها بتكون غرقانه بالدم، وفوق كل ده كمان ما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي هو بيكون عملها. وسميدر بقى بيبدا ان هو يقرب منه وبيقول له ان الاوني لازما كلهم يموتوا وخلاص على وشك ان هو يخلص عليه، لكن بنتفاجئ ان يوشي لسه بيكون على قيد الحياه وبيقدر ان هو يقف قدامه وبياخد الضربه ديت مكان ابنه. ومش كده وبس، لا كمان بيقدر ان هو يصيب سميدري. وسميدر بقى بيكون مصدوم ان هو بيكون لسه بيحميه مع الرغم ان هو بيكون شافه ان هو متحول بالكامل. وسميدر لما بياخد باله ان الناس بدأوا ان هم ياخدوا بالهم من الانفجارات اللي عماله تحصل كل شويه بيقرر بقى انه يختفي من المكان. وبالنسبه ليوشي بنشوف ان هو بيقع على الارض، وبعد كده بيبدا بقى انه يعتذر لابنه لانه ما قالوش على الحقيقه من بدري، وبيعرفوا ان هو ما قدرش يقول له ان الموتارو بيكون عايزين ان هم يخلصوا عليه بسبب ان هو بيمتلك دم الاوني. وللاسف مش هقدر ان انا اكون معاك اكتر من كده، وعشان كده عايزك تكون اقوى وتقدر ان انت تسيطر على دم الاوني اللي موجود جواك وتخلص على كل الموتارو. وشيكي بقى بيبدا بقى انه يصرخ وبيقول له يا عم اللي انت بتقوله ده انا ما قلتلكش ان انت تودعني، انت مش هتقدر تتخلص مني بالسهوله ديت لان في حاجات كتير قوي لسه ما عملناهاش مع بعض. لكن يوشي بيبتسم له وبعد كده بقى بيقع على الارض وبيلفظ اخر انفاسه. وشيكي هنا بقى بيحس بالندم وبيقول له بص انا لسه ما اعتذرتلكش وما قلتلكش ان انا اسف على كل حاجه وحشه عملتها في حقك. ومره واحده بقى بنشوف ان في شخص غريب بيجي لشيكي وبيقول له ان في ناس كتير موجوده هنا، ومره واحده بقى في حد بيجي من وراه وبيضربه على دماغه وبيخليه انه يفقد الوعي. وكده ده بيقول لنفسه ازاي خلاني ان انا اقرب منه للدرجه ديت، انا كده لازم نراجع كل حساباتي مره ثانيه. وبعد كده بقى بنروح نشوف زعماء الموموتارو بيكونوا متجمعين، واحد منهم بقى بيعرفوا ان سميدري بيكون فشل المهمه بتاعته، وغير كده اداء الموموتارو بدا ان هو يتراجع في اخر فتره. واحد بقى منهم تاني بيقول ان احنا لازم ما نسمحش للبشر ان هم يعرفوا بوجودنا، وبما ان الاوني لسه بيكونوا عايشين وسط البشر لازم ان احنا نكتشف مكان اطفالهم ونخلص عليهم. وبنسيبهم بقى دلوقتي وبنرجع تاني للشخص الغريب اللي احنا شفناه من شويه، وبنعرف ان هو بيكون اسمه مايتو، وبنكتشف بقى ان هو بيكون خد شيكي على جزيره غريبه وبيكون كمان رابطه. وبنعرف بقى ان مايتو ده معلم ما بيكونش شخص عادي لان هو اصلا بيكون من الاوني. وبيبدا بقى ان هو يتكلم مع المدير بتاعه بيعرفه ان في طلاب بيكون قدروا ان هم ينجحوا في الامتحان، وديت حاجه ما حصلتش من سنين، وده لان عدد الاوني بدا ان هم يقلوا بشكل كبير بسبب الموتارو. والمدير بتاعه بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيقول له انا سمعت ان انت قدرت تجيب واحد من الاوني. ومايتو بقى بيقول له مظبوط، ولكن تقريبا اختبار قوته وهيكون تضييع وقت على الفاضي، ولا اكتشفنا ان هو ملوش اي ثلاثه لازمه فهخلص عليه. وبعد كده بقى بنشوف ان شيكي بيبدا بقى انه يحلم بوالده وهو بيموت على ايد سميدري، ومره واحده بيصحى من النوم وبيتفاجئ بقى ان مايتو بيكون قاعد جنبه وبيقول له بص يا معلم انا سبتك تفوق براحتك عشان ما بحبش اعيد كلامي مرتين. وبالنسبه بقى لجثه والدك فاحب اعرفك انها بتكون موجوده في مكان امن، اما بقى لو بتسال نفسك احنا موجودين فين بالظبط فانا اصلا مش هقول لك عشان تريح نفسك من البدايه. وبيبدا بقى يعرفوا ان هو بيكون من الاوني زيه وبيكون اسمه مايتو وجايبه هنا عشان يختبر قوته. وبيبدا بقى يعرفوا ايه الموموتارو وان هم بيكونوا عاملين منظمه هدفهم الوحيد ان هم يخلصوا على الاوني، وعشان كده هم اضطروا يعملوا منظمه هم كمان مخصصه للاوني عشان يدوروا على كل الاوني اللي المستيقظين اللي زيه. وساعتها بقى بنقيمهم بنشوف ان هم مؤهلين ينضموا للمنظمه معانا ولا لا. وبعد كده بقى بيشيل الرباط اللي بيكون محطوط على بق شيكي وبيقول له لو انت عندك اسئله دلوقتي فمن الاحسن ان انت تقولها. وشيكي هنا بقى بيقول له بقول لك ايه انت فكني دلوقتي، وكمان لو حصل اي حاجه لوالدي فانا هخلص عليك. ومايتو بقى بيقول له بص اللي انت عملته ده خسرك درجه، وبالنسبه بقى لجثه والدك لو احنا كنا عايزين نعمل فيها حاجه شمال كنا عملناها من بدري. وشيكي بقى هنا بيحاول بقى انه يسيطر على اعصابه بيقول له بقول لك ايه انت فكني دلوقتي عشان عندي حساب مع الجدع اللي بيكون خلص على والدي ولازم ان انا اخلص عليه. ومايتو بقى هنا بيبدا بقى انه يفك الجرافات بتاعته وبيقول له انا كنت عارف من البدايه ان الذوق مش هينفع معاك وشكلي مش هينفع معاك غير العافيه، وعشان كده انا قررت ان انا اقيمك بطريقتي الخاصه وبدون اي مقدمات. بيبدا بقى انه يخنقه وبيعرفوا انه لازم ينقذ نفسه، وفي حاله يعني لو انت مت فتعتبر كلب وراح، يعني انت كده مش مؤهل ان انت تنضم لمنظمتنا. وشيكي هنا بقى بيبدا انه يتخنق وما بيكونش قادر ان هو يتحرك لدرجه ان هو بيبدا ينزف من كل حته. ومايتو بقى بيكون فاكر ان شيكي ده بيكون خلاص فايس منه
منه ومات. ولكن هنا بقى بتكون المفاجاه ان شيكي دمه بيبدا بقى انه يتحرك، ولما بقى بيبص له هنا بقى بتكون المفاجاه بالنسبه له ان هو بيكون دخل في طور الهيجان وبدا ان هو يتحول. وبالنسبه لشيكي بيبدا بقى انه يهجم عليه كميه كبيره من الاسلحه، لكن مايتو بيكون عنده القدره ان هو يتصدى لها بكل سهوله. ومايتو بقى بيقول له المره دي يا معلم بيكون اتخصم لك 100 درجه لانك ما انتش قادر تتحكم في قوتك، وتعالى بقى يا روح امك انا هوريك ازاي تقدر ان انت تسيطر على دمك، لانك كده كده لما ترجع تاني لوعيك مش هتفتكر اي حاجه. وبعد كده بقى بنشوف ان مايتو بيبدا بقى انه يستعمل قوته الخاصه وبيقدر ان هو يشكل مظله وبيهزمه بيها بكل سهوله. ومايتو هنا بقى بيرجع تاني لوعيه وما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي هو بيكون عملها. ولما بقى بيبص لمايتو بيتفاجئ بالسلاح اللي هو بيكون ماسكه، بيبدا بقى يساله هو انت جبت البتاع ده منين يا معلم؟ ومايتو بقى بيعرفوا ان هي دي بتكون السيطره على الدم، ولكن انت تعتبر فاشل ومش هتقدر ان انت تنضم للمنظمه. وشيكي بقى بيكون على الله حكايته مش فاهم اي حاجه من اللي حصل، ولكن بيكون متاكد منه ان الجدع اللي قدامه ده بيكون جنب بوفتيك، وعشان كده بقى بيبدا بقى انه يترجى يعلمه ازاي يقدر ان هو يسيطر على قوته عشان يقدر ان هو ينتقم لوالده. ومايتو بيقول له مرفوض، معنى ان انت مش قادر ان انت تسيطر في قوتك ومش قادر ان انت تستعمل عقلك في المعركه، فده بيكون معناه الموت. وبما انك مش قادر لا تتحكم في قوتك ولا كمان عقلك في المعركه، فانت مالكش بالنسبه لنا اي ثلاثه لازمه. وساعتها هنا بنشوف ان مايتو بيبدا بقى انه يستعمل قوته الخاصه عشان يخلص عليه. وساعتها هنا بقى شيكي بيفهم اللي بيحصل وبيبدا بقى انه يجري وبيقول ان انا مش هقبل بالموت، وبيبدا بقى انه يخبط دراعه في الارض لغايه ما بيقدر انه يطلع شويه دم، وبعد كده بيشكله على سلاح وبيبدا بقى انه يهجم عليه. ومايتو هنا بقى بيكون متفاجئ ان هو بيكون عمله، وفوق كل ده كمان بيقدر ان هو يصد الهجمه بتاعته بكل سهوله. وبيتفاجئ بقى ان شيكي بيكون دخل في حاله الهيجان وبيقول زي ما انا قلت ان انت مالكش اي ثلاثه لازمه ولازم ان انت تموت. وقبل ما بيخلص عليه بيتفاجئ ان شيكي بيكون قادر ان هو يسيطر على حاله الهيجان، وفوق كل ده كمان بيحاول ان هو يسيطر على قوته، وده بقى اللي بيخليه ان هو يتراجع عن الهجوم. وبيبدا بقى يساله هو انت ازاي قدرت تعمل الكلام ده؟ وشيكي بيقول له وانا ما عنديش مانع ان انا اقول لك، ولكن في حاله واحده بس، ان انت تخليني طالب عندك. وماتو بيقول له بص وانا ممكن افكر في الموضوع ده، ولكن اهم حاجه لازم أن تقول لي دلوقتي. وشيكي بيقول له بص وانا عارف ومتاكد ان انت بتكذب عليا، ولكن كده كده هقول لك. وشيكي بقى بيبدا بقى يعرفه ان هو بدا ان هو يصرخ في عقله لغايه ما قدر ان هو يصنع بيه سلاح. وماتو بقى بيقول ده طلع غبي، انا اول مره اشوف واحد غبي للدرجه دي. وبيتفاجئ بقى ان شيكي ما بيستعملش عقل بل بيستعمل الغريزه بتاعته، والاشخاص اللي زي دول بيكون عندهم طاقه متفجره. وشيكي بقى بيبدا ان هو يتحايل عليه وبيقول له حط امك يا اسطى خليني طلب عندك، لان انا عايز انتقم من الجدع اللي بيكون خلص على والدي. وانا بقى مايتو بيفاجئ ان هو بيقرب منه وبيطلع سلاح من ايده، لكن بيتفاجئ ان مايتو بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفه ان هو بيكون قدر يجتاز الاختبار، وبكده اصبح طالب عنده. وبيعرفوا ان هم دلوقتي بيكونوا متواجدين على جزيره بعيده، والجزيره دلوقتي مبنيه عليها المنظمه الخاصه بالاوني. وبيعرفوا ان هنا هتقدر ان انت تتعلم ازاي تقدر ان انت تتحكم في قوتك وازاي تقدر ان انت تقاتل الماموتارو. وشيكي بقى بيقول له ثواني كده، يعني انا افهم منك ان انا هنا ابقى جنب بوفتيك واقدر ان انا انتقم من الشخص اللي بيكون قتل والدي؟ ومايتو بيقول له بص هو الموضوع ده بيكون متوقف عليك انت، ولكن خلي بالك انت لو ما اصبحتش اقوى فانت هتضطرب. وبعد كده بيقرر ان هو يديله اللبس الخاص بالاكاديميه، ومره واحده بقى بيتفاجئ ان في قرنين على راسه. ومايتو بقى بيعرفوا ان ده بيدل ان انت دلوقتي قوتك بيكون استيقظت، وبكده تقدر ان انت تتحكم فيهم زي ما انت عاوز، تخفيهم او تظهرهم براحتك. وهنا بقى شيكي بعد كده بيغير هدومه وبيطلع بقى لمايتو عشان يساله على جثه والده. ومايتو بيعرفوا ان جثه والده دلوقتي بتكون موجوده في المشرحه، وبما ان هو بيكونش عارف ديانته اللي هو بيقبض رجل الكنبه ولا بيقبض ايه بالظبط، فهو ساب له يقرر بقى مصيره عامل ازاي. ولاحظ بقى ان شيكي بيندم بيكون مسيطر عليه، ولكن هو بيبدا يشجعه وبيعرفه ان هو لازم يكون اقوى من كده. وشيكي بيقول له مع الرغم ان انت مش نازل من زور، ولكن انت يا اسطى طيب وشكل كده هتعلم منك حاجات كتير. ومايتو هنا بقى بيفاجئه بيقول له بص كده يا روح امك، انت قدامك 30 ثانيه ولو ما وصلتش للفصل فانت تعتبر نفسك مطرود. وبالفعل بنشوف ان الجدع ده بياخد باله في اسنانه وبيفلق لغايه ما اخيرا بيقدر ان هو يوصل للفصل. وقبل ما بيدخل بيبدا بقى يفكر في نفسه كده، طب انا اخش على الفصل والطلاب ده انا عايز اعمل عليهم نمر جامده بفتيقه. لكن هنا بنشوف ان مايتو بيجي من وراه وبيديله واحده كده شوفليكس بيرزع بيه الباب. وهنا بقى بنشوف ان شيكي بيقوم بقى من على الارض وبيكون عمال بينزف وبيكون في قمه الاحراج. ومره واحده بقى بيلاحظ ان في طالب بيكون لابس قناع، والطالب ده بيكون اسمه جين، وصاحبنا بقى بيبدا ان هو يتنمر عليه وبيقول له مالك يا عم وانت عندك مرض ولا ايه الكلام؟ وجين بيقول له بقول لك ايه ما فكك منه وتبعد عني يا ابن العبيط. وشيكي بقى بيقرب منه وبيقول له انت قد الكلام اللي انت قلته ده انت باين عليك ان انت قاله له عبيط عليه. لكن مايتو بيظهر وسطهم بيقول له بقول لك ايه منك ليه، احنا مش جايين هنا نلعب. المهم بنعرف بقى ان عدد الطلاب اللي بيكونوا موجودين في الفصل هم 7، 2 بنات والباقي بيكون رجاله. ومايتو بقى بيبدا ان هو يتكلم معاهم بيقول لهم بما انتم من الاوني ايه رايكم تفككم من المحاضرات العاديه وتيجي نلعب مع بعض لعبه المطارده؟ وبالفعل بيوافقوا. وبعد كده بقى بيقرروا ان ياخدهم كلهم للغابه، وبيعرفوا ان قدامهم ساعه عشان يقدروا ان هم يرجعوا تاني للاكاديميه. لكن خلي بالكم اللي انا همسكه هركبه احلى شلاعه واربطه في الشجره، وكده اللعبه بتكون بالنسبه له خلصت. ولا ومش كده وبس، اي حد مش هيوصل للهدف بتاعه خلال ساعه يعتبر نفسه مطرود من الاكاديميه خالص. وشيكي بيقول له انت عبيط يا اسطى ولا انت عبيط؟ ده احنا لسه في اول يوم بتقول لنا هنطرد، انت كل شويه عمال تقول لنا هنطرد ايه يا عم انت عايز تطردنا وخلاص. ومايتو بيقول له تبقى عبيط لو مفكر ان ده يعتبر اختبار عادي، لان في الاختبار ده لازم تحط حياتكم فيه على المحك، لانكم بعد ما تتخرجوا من الاكاديميه هتكونوا في الصفوف الاماميه في مواجهه الماموتارو. وعشان الاختبار يكون عادل ما بيننا انا مش هستعمل القدرات الخاصه بيا، اما بقى بالنسبه ليكم فتقدروا ان انتوا تستعملوا قدراتكم زي ما انتوا عايزين. لكن خلي بالكم اي حد فيكم هيخش في حاله الهيجان انا هستعمل القوه بتاعتي واخلص عليه فورا. وشين بقى بيقول له طب ثواني كده يا معلم، طب احنا لو اللي خلصنا عليك ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ومايتو بيقول له بسيط، اعتبر نفسك من اللحظه اللي انت هتخلص فيها عليا ان انت بتكون خرجت من الاكاديميه، لكن خلي بالكم اي حد هيفشل في الاختبار ده هيطرد فورا. وكلهم بقى
بقى بيبداوا ان هم يولعوا من الحماس، ولكن مايتو بيلاحظ ان شيكي لغايه دلوقتي بيكون متردد، وعشان كده بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيساله ايه يا معلم، هو انت ناوي تتسحب من المواجهه ولا ايه الكلام؟ وشيكي بيقول له انت بتهزر معايا يا اسطى، ليه الكلام؟ مفيش الكلام دي، انا جاهز. وبعد كده بقى بنشوف ان مايتو بيطلع كورتين غراب وبيحدفهم في قلب الغابه، وبيقول لهم بصوا كده يا رجاله، عشان تقدروا ان انتوا تنجحوا في الاختبار ده لازم يكونوا معاكم كوره من الكورتين، وعشان الموضوع يكون فير فانا هقسمكم لثلاث فرق، والفريق الاول بقى بيكون مكون من جين وماري وكمان شيك، والفريق الثاني بيكون مكون من كاري وجوجي، اما بقى بالنسبه للفريق الثالث فهو بيكون مكون من كورو وكوين، وبيعرفوا من المجموعه الثانيه والثالثه لازم ان هم يتقسموا في كوره واحده. وشيك هنا بقى بيعترض على الكلام الوسخ ديت وبيقول له انا استحاله اكون مع هذا المقنع الورق في فريق واحد، ومايتو بيقول له خلاص ارحم امك، اعتبر نفسك مطرود، اوعى تتعب نفسك. وهنا بقى بنشوف ان ماري بتبدا بقى تقرب من شيكا وبتعرفه بنفسها وبتقول له انها بتكون مبسوطه جدا ان هم يكونوا مع بعض في نفس الفريق، وشيكا هنا بقى بيكون في قمه الانشكاح ومش مصدق نفسه ان هو بيكون مع بنت في نفس الفريق، وبيتضح لنا ان هو بيكون سمب كبير، وبقول لها خلاص ولا يهمك، اعتبر نفسك معايا دلوقتي وانا احميك من اي حاجه. وبعد كده بقى بنشوف ان ماري بتروح تتعرف على جين، ولكن الواد بيطلع كاريزما وبيكرف لها، والبت بقى بتطلع حساسه وبتبدا بقى انها تنهار وتعيط، وشيكا بقى بيبدا بقى ان هو يهزها وبيقول له انت عبيط يا اسطى، انت ازاي تكلمها كده؟ وشيكا هنا بقول لك يا روح امك ما تبطل بقى ان انت تقعد تتكلم معانا، متاكد ان انت كده هتطرد من الاكاديميه. وشيكا بقى بيقول له مفيش الكلام الوسخ ديت، انا عندي هدف ولازم ان انا احققه ومش هطرد من الاكاديميه ديت غير لما اكون محققه. وجين بقى بيقول له انا متاكد ان الهدف بتاعك بيكون تافه زيك، وهنا بقى شيكا بيكون متعصب جدا، ولكن مايتو بيتدخل بيقول له اهدى بابا اهدى يا حبيبي، وبعد كده بقى بيسمح للفريق الاول ان هو يتحرك، وبالفعل بنشوف ان جين بيبدا بقى انه يتحرك بسرعه جنونيه، وشيكا هو كمان بيكون وراه. اما بقى بالنسبه لماريا فهي بقى بتكون متاخره عنهم هما الاثنين، وبالنسبه لجين بنشوف ان هو بينطلق باقصى سرعه ليه، وبيكون كمان ناوي ان هو يخلص المايتو لان هو عايز يتخرج من الاكاديميه ديت في اسرع وقت، وبيكون عايز ان هو ينضم لواحده معينه لان هو بيكون عايز يقابل شخص معين وشكله كده ما بينه وما بينه طار قديم. وبالنسبه لجيك بيقدر انه يوصل له، بيقول له انت لو ما اعتذرتليش دلوقتي فانت لازم انت تقتلني. وجين هنا بقى بيجيب اخره وبيشيل القناع بتاعه، بيتضح ان وشه بيكون مليان بالجروح، وبعد كده بقى بيرفع ايده اللي هي كمان بتكون مليانه بالجروح، وبعد كده بقى بيطلع منها دم وبيكون منشار. وشيك هنا بقى بيكون مصدوم وبيبدا بقى يساله هو انت ازاي قدرت تعمل كل ده بسهوله؟ وجين بقى بيقول له لو انت خايف تقدر ان انت تهرب من دلوقتي، او من الاحسن ليك ان انت ما تعترضش طريقي مره ثانيه. وشيكي بقى بيعرفه ان هو بيكون استحاله يتراجع، لانه لو تراجع دلوقتي فهو بيخيب ظن والده. وجين بيقول له طالما انت جيت هنا عشان تنتقم لوالدك فاحنا استحاله نتفق مع بعض في يوم من الايام. وبالنسبه لشيكي هو كمان بيحاول بقى انه يسيطر على الدم، ولكن للاسف ما بيقدرش، وساعتها جين بيستغل الفرصه وبيبدا بقى انه يهجم عليه بكل غباء لدرجه انه بيحصل انفجار في الغابه وكل الطلاب بياخدوا بالهم منه. اما بقى بالنسبه لماريا فهي اصلا بتكون تايه في الغابه وعماله تدور عليهم هما الاثنين. وبنرجع بقى تاني لشيكي وبنشوف ان جين بيبدا بقى انه يهجم عليه بكل غباء ومش قادر ان هو يتفادى الهجمات بتاعته، وجين بقى بيبدا بقى انه يسدد له شويه ضربات لغايه ما اخيرا بيقدر انه يوقعه على الارض، وبسبب كده شيك بيبدا بقى انه يحس بالعجز والاهانه لاول مره. وجين بقى بيبدا ان هو يستهين بيه وبيقول له من الواضح كده ان انا المفروض ما كنتش استعمل قوه ان انت تعتبر شخص تافه، وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبه وبيمشي، لكن لو فاكر الموضوع بيكون خلص لحد هنا تبقى غلطان، لان شيكي بيقرر بقى انه يقوم له من جديد. وجين هنا بقى بيضطر المره دي ان هو يستعمل قوه الخاصه بيه وبيبدا بقى انه يهجم عليه من جديد، وفجاه بنشوف ان ماري بتظهر قدامهم والهجوم خلاص على وشك ان هو يسيبها، لكن هنا شيكي بيقرر بقى انه في قصادها عشان يحميها، وساعتها هي اول ما بتشوف الدم الخاص بشيكي بتبدا بقى انها تتحول، ومره واحده بقى بنشوف ان من دمها بيبدا بقى يخرج وحش ضخم، من الواضح انها بتكون داخله على حاله الهيجان. وجين بقى بيكون متفاجئ من الدم اللي بيكون عندها، وبيقول اي نعم من الاوني بيكون عندنا دم كتير ولكن مش للدرجه دي. وبالنسبه بقى لماري بنشوف انها بتبدا بقى انها تعاني وبتحذرهم ان هم لازم يهربوا فورا قبل ما تقتلهم، لانها شكلها كده بدات انها تفقد السيطره، وبالفعل بتشوف ان الوحش ده بيبدا بقى انه يهجم عليه بكل غباء. وعلى الناحيه الثانيه بقى مايتو بيكون واقف وشايف كل اللي بيحصل ده وبيراقبهم من بعيد، وانا بقى بنشوف ان مديره الاكاديميه بتوصل لعنده بتقول له ثواني كده يا معلم، ايه اللي انت بتهببه ده؟ هو ده مش المفروض ان ديت اول محاضره تعتبر تعريفيه، وان فكره ان هم يديهم اختبار حياه او موت تعتبر خطوه جريئه منه؟ ولكن مايتو بيقول لها ان التدريب الميداني بيكون مفيد اكتر من الهري اللي هم هيعملوه في المحاضرات. والمديره بقى بتقول له ان انت فعلا شخص طيب، وكل كلامك بيدل ان انت بالفعل خايف على الطلاب. وبنعرف بقى ان كل سنه في الاكاديميه دي بيموت كتير من الاوني، ومعظمهم بيكونوا اطفال، وشويه منهم بيموتوا بسبب ان هم بيكونوا عندهم قرايب من الاوني. اما بقى بالنسبه للباقي فبيتاخدوا احياء عشان يتعمل عليهم تجارب. ومايتو بقى بيبدا ان هو يتكلم مع المديره بيقول لها طالما انا قوي فاستحاله ان انا اموت بسهوله. والمديره انا بقى بتبدا بقى انها تضحك وبتعرفوا ان هو لازم يساعد الطلاب دول ان هم يكونوا اقوى من اللي هم عليه دلوقتي. وعلى الناحيه الثانيه بقى شيكي بيحاول بقى انه يساعد ماري وياخدها بعيد عن الوحش اللي هي بتكون عملته، لكن الوحش ده ما بيسمحلوش وبيحوط ماري، وكمان بيبدا بقى ان هو يدمر في المكان. وبالنسبه بقى لمايتو فهو بيكون شايف اللي بيحصل ده من بعيد، وعارف ان اللي بيحصل مع ماري ده حاجه اسمها كسوف الدم، وبيكون حابب بقى انه يشوف شويه الاطفال دول هيتصرفوا في الموقف ده ازاي. وبنرجع بقى تاني عند شيكي وبيحاول بقى انه يسيطر على دمه من جديد، ولكن للاسف بيفشل وبيقع تاني على الارض، وساعتها بقى بيبدا بقى انه يفتكر موت والده، ومن هنا بيبدا بقى يحس بالعجز. وبالنسبه لجين بنشوف ان هو بيرجع تاني للمكان وبيقرر بقى انه يستعمل قوته، وبيقدر انه يطلع سلاحين في نفس الوقت. ولما مايتو بقى بيشوف اللي هو بيكون قدر يعمله بيكون متفاجئ، لان من النادر جدا اي حد يقدر انه يطلع سلاح
سلاحين ويقدر ان هو يتحكم فيهم في نفس الوقت. وبنعرف بقى يا معلم ان القرن دول بيكونوا عندهم القدره ان هم يتحكموا في دمهم ويشكلوا على الاسلحه اللي في مخيلتهم او عن طريق التجارب اللي بيكونوا مروا بها في حياتهم، والقوه دي بيكون اسمها كسوف الدم. وبنرجع بقى تاني عن جينو اللي بيحاول بقى ان هو يقطع راس الوحش ولكن ما بيقدرش لان الوحش ده بيكون قوي جدا وقادر ان هو يتجدد بسرعه. اما بقى بالنسبه لشيكي فنشوف ان هو بيكون متلقح بعيد ولغايه دلوقتي بيكون عمال بيفكر ازاي ممكن ان هو يسيطر على دمه، وساعتها بقى بيبدا ان هو يفتكر الاسلحه اللي كان مخزنها في الاوضه بتاعته وشكله كده بيكون فاهم الزتونه. وبالنسبه بقى للوحش بنشوف ان هو بيبدا يتسبب في موجات صوتيه لدرجه انها بتدمر ودان جين. وبالنسبه لمايتو فبيكون متاكد ان المعركه دي بتكون انتهت وده اخرهم، لكن هيا تولي بنشوف ان شيكي بيتدخل وبيكون قدر خلاص ان هو يسيطر على دمه وبضربه واحده منه بيفنجر الوحش. وجين بقى لما بيشوف اللي حصل ما بيكونش مصدق نفسه. اما بقى بالنسبه لمايتو فهو بيكون في قمه الاندهاش. وبكده يا صديقي المعركه بتكون انتهت. وبس كده يا صديقي، لايكك شيرك سبسكرايب بقى، عايزين نوصل الفيديو ده 10000 لايك. وبكده نكون لخصت لكم اول 3 حلقات بتكون نزلوا من حكايه شيكي. ولو عجبتكم الحكايه وعايزين ان احنا ننزلها اول باول فانزلوا كده اطلبوا منا تحت في الكومنتات. وكمان يا معلم ما تنساش ان انت تتابعنا على قناه التليجرام، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. وبس كده كان معاكم مصطفى سعيد، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.